خلف غصب عنه 249 طفل. وبقى جد ل 30% من سكان سانتا يودوكسيا، وفضل طول عمره يدور على اولاده ولكن ما قدرش يوصل لهم، وبقى اسطوره للعبوديه واتبنى ليه منصب تذكاري، ومشي في جنازته الاف الناس من جميع انحاء العالم. تابعوا معانا القصه وما تنسوش تشتركوا في القناه. باتاسيكا واحد من اشهر العبيد في البرازيل، اللي اتولد في القرن ال19 في مقاطعه ساو باولو، وتميز بذكائه وجاذبيته الكبيره لانه كان قوي البنيه، واتباع وهو في سن صغير في سوق العبيد. اشتراه واحد من اصحاب المزارع ولاحظ عليه انه متميز في بنيته الجسمانيه، ومن هنا قرر صاحب المزرعه انه يكلفه بمهمه غير انسانيه. وكانت المهمة انه يجبر باتاسيكا على معاشرة مئات النساء من العبيد، وكل ده بغرض التكاثر عشان يخلف له اطفال كتير من نسله القوي. وده لان في عصر العبودية كان عندهم اعتقاد ان العبد قوي البنية عنده قدرة خصوبة عالية، وكل ده عشان صاحب المزرعة ما يضطرش ان هو يصرف فلوسه على شراء العبيد. وكان باتاسيكا عنده الحرية انه يتحرك في اي مكان داخل المزرعة، وكل ده بسبب اهميته في انتاج عبيد كتير من نسله. ده غير ان صاحب المزرعة كان بيديله جزء من ارباح بيع اطفاله. وكان باتاسيكا موهوب، قادر ان هو يعزف الطبلة، وكمان بيشارك في رقصات الفلوريدا. وبعد باتاسيكا ما اتحرر من العبودية قرر ان هو يتجوز زوجته لولا، وخلف منها 5 اطفال، وكان حريص انه يدور على اطفاله اللي اتباعوا في وقت ما كانوا عبيد. ولكن للاسف باتاسيكا ما قدرش يوصل لاي واحد من اولاده. وفي 1889 يموت باتاسيكا وهو بيعاني من مرض غير معروف في عمر 130 سنة. وبعد وفاته يتم افتتاح متحف في البرازيل بمدينة سلفادور تكريما لباتاسيكا، بيعرضوا فيه متعلقاته الشخصية، وتتعرض قصة باتاسيكا في الكتب والأفلام، ويبقى واحد من رموز الظلم والوحشية اللي تعرض ليها العبيد في البرازيل.